سرطان المبيض هو نوع من السرطان الذي يتكون في المبايض، وهي جزء من الجهاز التناسلي للأنثى. هناك مبيضان، المبيض الأيسر والمبيض الأيمن، ويمكن أن يتكون السرطان في أي من المبيضين. الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان المبيض ليست معروفة بشكل محدد، لكنها ترى بشكل أكثر شيوعًا في النساء في منتصف العمر أو المسنات، اللاتي يعانين من السمنة وقلة النشاط البدني. في معظم الأوقات يظهر سرطان المبيض بأعراض مثل انتفاخ البطن أو الشعور بالامتلاء في البطن، وعادة ما يكون ذلك بسبب تجمع الماء في البطن. أحياناً يمكن أن تكون هناك أعراض مرتبطة بالدورة الشهرية، مثل النزيف بعد انقطاع الطمث. هذا نادر جداً، عادة ما تكون مرتبطة أكثر بالشعور بالامتلاء في البطن، أو إذا كان يتم التحقيق في حالة شخص ما لسبب آخر ثم يتم اكتشاف سرطان المبيض. والطريقة الرئيسية لعلاج سرطان المبيض هي الجراحة. تقليل العبء الورمي من المبايض أو بطانة البطن حيث ينتشر عادة يؤدي إلى زيادة احتمالية الشفاء. في حالات سرطان المبيض في المرحلة الرابعة نادرا ما تكون الجراحة نوصا بها، والعلاج الأكثر شيوعا هو العلاج الدوائي، والذي يكون عادة مزيجا من العلاج الكيميائي أو العلاج الموجه. في الوقت الحاضر نرى الكثير من النساء الأصغر سنا يصبن بسرطان المبيض، وهذا يميل إلى أن يكون مرتبطا وراثيا. هناك بعض الجينات مثل BRCA 1 و 2 إذا وجدت معيبة فإنها تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي إلى جانب سرطان المبيض. لذلك إذا كان لدى الأشخاص تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، ينبغي عليهم فحص أنفسهم للكشف عن جين BRCA لتحديد هذه السرطانات في وقت مبكر بدلاً من الانتظار حتى تنتشر.